السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه يا فنزات يا مقطقطين؟ النهارده بقى عند ماما، وهعمل معاكم الحواوشي الاسكندراني. بس قبل ما نبدا فيه نصلي على الرسول. وحابه اشكر كل متابعيني وفنزاتي على تعليقاتهم الحلوه والجميله. ونشوف بقى المقادير مع بعض. كيلو الدقيق، ده كيلو دقيق مبيحتاجش اي حاجه. ميه دافيه للعجن، ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره ملح. كيلو الدقيق بياخد باكو خميره. لو عندكم الخميره السايبه تبقى معلقه كبيره. عندكم اللي هي الخميره الكبيره المكعبات تبقى حته كده قد عين الجمل. فالوقتي الدقيق ده منخول، بننخل الدقيق عشان العجينه تبقى حلوه. خلاص هنحط عليه الملح. الطريقه دي هتعجبكم والله قوي. هي معلقه صغيره ملح، بس انا المعلقه اللي عندي صغيره قوي. وهنحط معلقه كبيره سكر، ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس بكلمه الكل، وتكتبوا لي كومنت جميل كده حلو زي فنزاتي. اهو الخميره انا عشان واثقه فيها فما جربتهاش يعني. لو مش واثقين فيها حطوها مع السكر في كوبايه وعليها ميه دافيه، وهتلاقوها اترفعت وعملت رغوه كده تبقى حلوه. بنقلب بقى الملح والخميره والسكر كده مع الدقيق، وهننزل اول بالميه الدافيه، والزيت بنسيبه في الاخر، ربع كوبايه زيت. الوصفه دي جميله وهتعجبكم، والحواوشي الاسكندراني يعني بالنسبه لي اخف من المصري. نجيب كده بقى حبه حبه ونشوف. واللي بيشوفنا من خارج مصر يعني يشترك معانا كده ويشرفنا، ويفعل الجرس بكلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد مني وإشعاراتي. إن شاء الله المحتوى يعجبكم. أنا ما أقدرش أديكم كمية المية عشان مش كل دقيق زي التاني. في دقيق بياخد مية أزيد، في دقيق بياخد مية أقل، فعلى حسب ما العجينة تظبط في إيدك. عايزين تحطوا فيه لبن بودرة حطوه. انا كنت هحطه والله، بس قلت اعمله لكم كده باسهل طريقه عشان يبقى اقتصادي وحلو. انما هو ينفع له لبن حليب عادي، وينفع له لبن بودرة عادي، وينفع له زبادي عادي. بس يبقى يعني تحطوا لبن على ميه، يعني ما يتعجنش كله بلبن حليب. لبن على ميه. لو معجنات عاديه ماشي، انما لان ده عجينه عيش عشان تبقى خفيفه وحلوه معاكي. بصوا يا حبايبي العجينه شوفوا بقت حلوه ازاي. لسه كمان ما خدمتهاش قوي في العجينه. هنحط لها بقى في الاخر الكيلو الدقيق، نحط له ربع كوبايه الزيت ونعجنها بقى لحد الزيت ما العجين يشرب الزيت. في بيحطوه من الاول بس عادي، يعني عايزين تحطوه من قبل الميه الدافيه حطوه، عايزين تحطوه في الاخر حطوه. بصوا حبايبي انا حطيتها كده على الطبليه عشان اعرف اعجنها وتاخد وتدي كده، لان بتاخد من 10 دقايق لسبع دقايق عجن. عندكم عجان اعملوها بالعجان، بس انا والله بحب اعجن بايدي، بالذات لو حد بقى متضايق ومتنرفز يديها ما يرحمهاش. وانا دايما متضايقه.
شوفوا حبايبي شكلها والله ملبن. شوف نحطها بقى في مكانها هنا في نفس الحله ونغطي عليها بقى ونسيبها تخمر. شوف اختي بتضحك عليا عشان بهبط على العجين. طب اهو يا منى مش هتكلم الوقت. نسيبها بقى تخمر في مكان دافي كده، بس هو كل البيت دافي. عند ماما البيت نار. وهنجيلكوا احنا بنعمل خلطة بقى ايه اللحمة. بقول لكم يا حبايبي بقى خلطة الحواوشي الاسكندراني بتاعت اللحمة. احنا دلوقتي العجينة بتخمر، عما تخمر بقى نعملها. ده 3/4 لحمة. الكيلو الدقيق بياخد 3/4 لحمة. طبعا البصل بيبقى 3/4 بصل مبشور ومصفيين ميته. الحواوشي التاني ما بنصفيهوش، انما الاسكندراني لازم نصفيه عشان ده عجينة. ف3/4 لحمة بياخد 3/4 بصل. اللي ما بيحبش بقى البصل كتير هو حر. واللحمة لو حمرا بنحط لها بقى حبة ليا كده مبشورين مفرومين اهو. دي ليا عشان بس نعملها كده على اصولها. وعندنا ده فلفل رومي اخضر مفروم ومعاه قرنين فلفل حراقين. هو كمان نزل ميه اهو، فلازم نصفيه من ميته دي كده. طبعا انا ما بحطش للحواوشي الاسكندراني طماطم، بس طبعا ماما طالبه مني احط ومصممه وما بتحطلوش، وكله للنبع الحنان. هقوم ناخد بقى معلقتين كده اهو عشان خاطر ست الكل قاعده شايفانا. انما هو ما بتحطلوش طماطم، ما تحطلوش طماطم. اختي حطاهم غصب عنها بس مش مشكله. والله حطاهم غصب عني. التوابل ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشطه وقرفه وبهارات حواوشي وبهارات لحمه وبس. وكل اللي تحبوه بقى، يعني ما تشترطوش بالتوابل، اللي تحبوه حطوه. وطبعا هنقلبها بقى التقليبه الحلوه. وبياخد فلفل رومي اكتر من كده شويه كمان، يعني لو عايزين تحطوا له فلفل رومي اكتر من كده حطوه. بصوا حبايبي بدل عشان تحمروا اللحمه، هي ماما قصدها ان الطماطم دي بتدي لون حلو للحمه، فانا قلت لها ماهيش مقتنعه ان ده ما بتحطوش طماطم. انتوا بقى تعملوا تجيبوا فلفلايه حمرا كده الوان وتضربوها مع الخضره بتدي لون جميل. بس هو مش متوفر عندنا فلفل الالوان النهارده، احنا نجيبه ونسيبه لما يترمى، ولما نيجي نحتاجه في الوصفات دي ما نلاقيهوش. وبكده اللحمه تبقى جهزت معانا، ومعانا العجينه ديت بتخمر، يعني بتاخد ساعه. ونجيلكوا بقى واحنا بنفردها بقى وبنعبيها لحمه، والعبد لله هو اللي هيخبز. انتظرونا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. قناه عالم حنان. حبيبي بقى اهو، يعني لازم كده نعجنها كده اهو، تاخد ودي بشكل ودي كده مع بعضها، ونسيبها بقى حبه كمان بقى كده مع نفسها. اما العجينه شوفوا ما فيهاش ميه ازاي حبايبي، ما فيهاش ميه خالص لان كل الخضار متصفي. ونجيلكوا بقى واحنا بقى بنعمل الحواوشي الاسكندراني بس. والاشتراك وتفعيل الجرس بكلمه الكل. وعايزه مشتركين حنان كده، حمله ال1000 مشترك في اسبوعين، انا مش طلباتي كتير ماشي يا حبايبي. ونجيلكوا بقى واحنا بنخبز بنعمله دلوقتي يا حبايبي. العجينه هي اتخمرت ضعف حجمها، ما كملتش يعني نص ساعه عشان الدنيا حر. صلوا على النبي بقى حبايبي عليه الصلاه والسلام. شوفوا هنهبطها بس كده اهو عشان نقرصها كور صغيره. صلوا على النبي يا حبايبي. نجيبها بقى هندهن بس الطبليه زيت او المكان اللي بتعملوا فيه عشان ما تلزقش. هتكوروا بقى العجينه كلها مقاس واحد، وتعملوا حساب ان طبقه تحت وطبقه فوق. رغيف الحواوشي بياخد طبقتين بالشكل اللي انا هقوله لكم ده.
حبايبي يعني القرصة في حجم البرتقانة البلدي كده الصغيرة. نقرصه بالشكل ده. هي العجينة كل ما تكون ملزقة كده هتطلع طرية وهشة بعد ما تخرج من الفرن. تكونوا مسخنين بقى الفرن على درجة حرارة، يعني المعجنات والحاجات دي بتبقى أعلى من درجة الكيكة شوية. يعني لو انتوا عندكم درجات حرارة يبقى على 200، ما عندكوش درجة حرارة يعني أعلى من متوسط سنة صغيرة على الشبكة اللي في النص. وبعد ما نقرصهم كده هنحشي. طيب احنا كده قرصنا العجينة اهو، بس انا يعني مش مقرصاه كله عشان المكان. بناخد بقى اول واحدة عملناها عشان تكون ايه تفرد معانا بسرعة. هنحط بقى زيت، لازم يتفرد على زيت، والصينية اللي هتتحط فيها بتبقى ايه مدهونة زيت. هي يعني ما بتبقاش محتاجه شوبة، يعني عايزين تعملوها بالشوبة اعملوها، بس هي يعني ايه طالما خمرانه كويس خلاص. نفردها كده. انا هعمل لكم 3 اشكال وتختاروا الشكل اللي يعجبكم. فردت اهي. نجيب بقى اللحمه، طبعا عشان حاجه معموله في البيت بقى لاولادنا وكده نكتر يعني اللحمه ما نستخسرش. بس لا كتير قوي ولا قليل قوي عشان تستوي في العجينه. ونسيب بس ايه الحروف حته كده عشان نلف عليها. كده والله يا حبايبي هيعجبكم قوي، بس بالله عليكم ما تنسوني في اللايك والاشتراك. لايك جميل، لايك حلو. عايزاكم توصلوني كده ل1000 مشترك في اسبوعين كده، حملة ال1000 مشترك عشان خاطر حنونة. عملنا اهو. نجيب بقى ايه التانية ونفردها عشان نغطيها بيه. بصوا حبايبي فردناها على الطبلية كده وقمنا حطيناها ايه على طبقة اللحمة اهي. ونقوم بقى تانيين كده اهو على جوه، يعني كده اهو هعلمكم اهو كده. تحط صبعك هنا كده وتقفلي، تحط صبعك كده وتقفلي اهو اهي اهي كده على جوه، واحدة واحدة كده هتاخدوا عليها. هي سهلة خالص اهي اهي كده 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 اهي. لازم تتقفل كويس كده اهو، وبعدين تقوموا جايبينها بقى كده كده اهو. الصينية مدهونة زيت يا حبايبي. خلاص هنحط فيها
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كده هيبقى نسويه كده اهو. هو الرغيف ما شاء الله عائلي، يتاكل يا رب بالهنا. قفلنا عليها. لازم بقى يا حبايبي قبل ما تخشوا الفرن نقوم جايبين الشوكه ومغرزينه كده. عشان ليه بقى بنغرزه كده؟ عشان طبقه العجين ما تقبش وتبقى زي العيش وتسيب اللحمه. احنا ما بنعملش عيش. بعد ما غرزناه كده هنجيب بيضه بحبه خل. عايزين تدهنوا وشه زيت زي ما هو كده عادي، دخلوه بالزيت. عايزين تدهنوا وشه سمنه عادي برضو، بس البيض بيديله لون حلو على الخفيف كده بس. يعني اهو كده اهو. كده اهو حبايبي، والحروف بيديله شكل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده نقوم بقى جايبين حبه سمسم كده اهو على الخفيف كده، وندخله على الفرن اللي احنا مسخنينه من قبل كده. حبايب قلبي احنا كده فردنا ايه كرة واحدة، يعني قرصة واحدة بنفردها زي ما شفتونا بفردها قبل كده، بس عشان وقت الفيديو. هنعمل بقى الشكل التاني. هنعملها على جنب واحد كده اللحمة كده اهو على نص واحد، ونقوم جايبين النص التاني كده يا حبايبي، ونقفل بقى. هنقفل كده كده على فوق. بنجيب الاتنين ونتنى على فوق كده كده زي ما عملنا في الرغيف التاني كده كده. ده شكل تاني لو حابين تعملوه اعملوه، بس ده بيبقى حلو للاطفال يعني عشان ياكلوا الواحده ما يسيبوش منها حاجه. يعني انا ما بحبش البواقي، حرام. ونضغط عليه كده اهو كده اهو كده. ده سمسم مطرح ايديا ومحطينه في الصاج كده. التانية يا حبايبي نعمل واحدة كمان عشان نوريها لكم. عايزين تعملوا رغيفين على بعض، تعدوا العجين واعملوا حسابكم. يعني لو هتعملوا 10 رغيفة يبقوا 20 قرصة من دول. لو هتعملوا 10 رغيفة حواوشي، لان كل طبقة بتاخد فوقها طبقة، انما دي ما بتاخدش بس الا واحدة. فاختاروا بقى اللي يعجبكم كده. هي منى لققت العجينة شوية في الفرد بس مش مشكلة يا جماعه انتوا عارفين ماليش في العجين، انا اخر اطبخ. بس لازم تحط ايدها فيه. بس حاولت اعمل حاجه حبايبي ما الوقت تحاولوش اوريكم تبقى الفرن. قوي كده اهو. قفلوها كده كده. وبعدين تفردوا فيها بقى ايه اللحمة. بسيط. يعني مش قوي عشان اللحمه ما تخرجش من العجينه. برضو ايه نعملها بالشوكه عشان الطبقه ما تسيبش بعضها كده. ندهنها بالبيض اللي على حبه خل. عايزين زي ما قلت لكم سمنه او زيت فوق الوش اعملوا. مفيش حاجه يعني هتقول لكم لا. ونرش بقى حبه سمسم كده. عايزين تحطوا حبه البركه تمام كده اهو. ندخلها الفرن على الشبكه اللي في النص، ما بنفتحش عليه شوايه، هو بياخد ود مع بعضه كده لحد ما يخلص. بيبي هنعمل بقى الشكل بقى التالت اللي هو ايه سهل خالص. بنجيب القرصه كده خلاص اهي، بنفتحها كده بس بنفردها كده على ايدنا، بنفتحها
ونقوم جايبين كرة عجين قدها، كرة لحمة قصدي، معلش يا حبايبي الحر عامل عمايله معايا. كرة لحمة اهي زيها كده اهو في النص، ماشي يا حبايبي. ونقوم قافلين كده اهو، كده اهو 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 زي القرصة. ده برضو شكل تاني وهتحبوه برضو لانه سهل. وتقوموا بقى فاردين، واللي يساعدكم على كده شوية زيت كده اهو. ما تكتريش زيت عشان الحاجة. هو بس بتفرد على زيت كده بيبقى جميل قوي برضو ده. يا ده تسهل حاجه. طب كنت قولي لي اعمله من الاول بدل ما انا قاعده افرد رقيق ومش عارفه حاجه في اي حاجه. للمتابعين بتوع حبايبي جميع الاشكال عشان يجربوا اللي يعجبهم. ده حلو، ده سهل. شوفوا حبايبي اهو، دي مش عجينه خارجه ولا حاجه، دي لحمه، ده مطرح ايدي. شوفوا حبايبي ده بقى بيبقى رغيف كده مقفول مقفل مع بعضه كده. انا بحب برضو ده قوي، ومقاسه بيبقى جميل وحلو. بس هو الشكل بتاع الحواوشي الاسكندراني الاولاني ده، الطبقتين ده الاصل يعني كده. نعمل واحد جنبه تاني. طيب انا عملت اهوت الشكل ده برضو، بنخرمه بالشوكه كده اهو عشان ما يقلبش زي العيش كده اهو. وندهن وشه. ونرشه بقى بالسمسم، ولو مش عايزين ترشوا ما ترشوش يعني سمسم ولا حبة البركة عادي. لا بس السمسم يعني بيديله طعم حلو. انا كواحده بحبه بالسمسم، ويا سلام لو كان في حبه بركه. بندخله بقى الفرن واما يخرج هوريهولكم. بصوا حبايب قلبي، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ده دوت اللي انا عملته ده، اللي هو الكوره وبنحطه بنحشيه يعني جواه دي. شوفوا من الوش ومن الظهر. بس احنا بقى اما بنخرجه من الفرن بنغطيه عشان يفضل طري كده وحلو. شوفوا الطراوه. وده بقى اللي هو النص رغيف، ده النص رغيف اهو. وده بقى الرغيف الكبير ده، بس هو تحت اهو. ومن الظهر برضو مشوي وجميل كده يا حبايبي. بقى هكمل الباقي مع نفسي عشان وقت الفيديو. انا مقرصاه اهوت ولسه الباقي عشان بس ما نطولش عليكم. وبنغطيه كده بقى عشان يطرى شويه، وشيلوا الغطا من عليه عادي كده يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس بكلمه الكل وتضغطوا لايك. اللي بيشوفني من داخل مصر او من خارج مصر يدعمني. وارجو ان الفيديو يكون نال اعجابكم. وباي باي.